السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة منعم الرياضية. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة حتكلم فيها عن صفقات نادي الهلال اللي تم تصميمها في الميركاتو الصيفي الحالي، وعن عودة بعض اللاعبين للكشف، وأيضا حتكلم عن اللاعبين اللي غادروا الكشف للهلالي. وبس بتمنى إنك أول حاجة تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد بإذن الله. نبدأ باللاعبين الغادروا كشف الهلال، وأبرزهم المهاجم وليد الشعلة اللي نزل بيان للنادي في صفحته الرسمية بيشكر فيه اللاعب عن الفترة اللي قضاها مع النادي وعن التضحيات اللي قدمها للنادي. أكيد ما في حد منكم بيشوف في قدرات الشعلة، مهاجم جيد جدا وصاحب خبرات وشفناه مع المنتخب الوطني. كان بيشارك في معظم المباريات أساسي، ولاعب زي وليد الشعلة شفناه بعد ما طلع إعارة الموسم الماضي والأداء اللي قدمه مع ناديه إنه كان بيشوف عليه، يعني على الأقل إنه يكون يا أساسي أو بديل أو أول البدلاء المهاجمين. وأنا حاليا مع قرار النادي شايفه لمصلحة اللاعب إنه اللاعب وليد الشعلة. أتمنى إنه اللاعب على حسب الأخبار الطالعة إنه في عروض عربية للاعب، بتمنى يعني من وكيل اللاعب يقبل أفضل عرض مقدم له، ويحاول اللاعب يبتعد عن الأضواء شوية كده، عن الأضواء الأفريقية. وأنا واثق تماما إنه اللاعب لو انتقل لأي دوري عربي حيستعيد مستواه وحيكون مهم جدا في منظومة المنتخب الوطني. نجي نتكلم عن غموض مصير اللاعب أطهر الطاهر، وما أدراك ما أطهر الطاهر يا ساتر. يلا. اللي حاليا ما شفنا، يعني من شفناه في المعسكر المغام في تونس، ولا صدر بيان انه النادي انهى التعاقد معه. يعني اكيد كلنا شاهدنا الفتره اللي فاتت الهجوم الاعلامي على اللاعب بعد اضافته لركله الجزاء في المباراه الشهيره امام سان داونز، بعد ما دخل اللاعب في هجوم اعلامي كبير. بس انا ما فاهم ليه الناس دي بتتعامل مع لاعبي انديتهم الوطنيين كده ليه؟ يعني بدل تقيف مع اللاعب وتدعمه اعلاميا عشان يعود لك اقوى وافضل، بس ده عيبنا كمشجعين سودانيين. يعني بنشكر لما اللاعب يسجل ونضيع اللاعب، بننتقد اللاعب في الميديا لما اللاعب يعني ينهار وتحصل له كثير من المشاكل. نعم اللاعب اخطاء كترت وبقت ما بتغتفر، بس من المفترض انك تقيف معاه وتسانده، لانه ترى الطاهر اللاعب عنده يعني عنده اللي ممكن يقدمه للهلال لسه، لو حاول يستعيد مستواه وصلح غلطاته الدفاعية، أو إنه يحاول المدرب يديه مهام هجومية أكتر زي ما شفناه ويدلخ في الدور ده مع المدرب المنتخب الوطني، أو ممكن تخليه بديل لإيبولا في ظل إصابة موفق صديق اللي لسه ما شفنا إنه يتعافى تماما أو خطورة الإصابة. أنا عن نفسي بتمنى إنه إدارة نادي الهلال تدي طرطاي فرصة تانية، وإنه اللاعب يستعيد مستواه. ولازم كلنا كجمهور هلالي ندعم اللاعب. يعني شنو أضاع اللاعب ركلة جزاء؟ يعني كبار نجوم كرة القدم زي ميسي رونالدو عادي بيضيعوا ركلة الجزاء. أي نعم كانت المباراة مصيرية، بس في النهاية دي يعني ضاعت. يعني حنعيد المباراة مثلا ولا إيه؟ وليه يعني ما ليه يعني توصل من الأول ما قلت إنه ده غلط المدرب إنه خرج المهاجمين الاثنين اللي هم افضل مسددين في الفريق، يعني مسددين لركلات الجزاء، واحتمال يكون هو المسدد الثالث للفريق. احتمال طه طاهر يكون هو المسدد السادس للفريق. في النهاية دي آراء شخصية، وده اللي أنا شايفه تجاه اللاعب أطهر الطاهر. وده اللي حضرتك لازم تتعالى عليه اقل من الناس، وكل اللي شرح عليه حضرتك ممكن تسال لو أيضا الفريق انهى تعاقده مع الحارس إسحاق آدم اللي ما شفناه بيشارك لا إفريقيا ولا حتى في مباريات محدودة في الدوري، وموفقة من إدارة نادي الهلال، وبتمنى التوفيق للحارس إسحاق آدم. نيجي نتكلم عن الصفقات القوية اللي أبرمها النادي في الميركاتو، وهو الصفقات الحارس محمد المدني، عفوا محمد مدني اللي انضم لكشف الهلال غادي من فريق الأهلي والمدني بعقد يمتد ل4 أعوام. صفقة جيدة جدا، ممكن يكون الحارس الثالث بعد أبو 20 أو عيسى فوفانا، لأنه ما أظن إنه أبويا ممكن يكون خيار المدرب رغم إنه موجود في شفناه في الكشف الأفريقي. ونجي نتكلم عن الصفقات اللي جات بطلب من المدرب إيبانجي، واللي ديرت باحترافية عالية من مجلس إدارة نادي الهلال. ومن هنا أنا بشيد مجلس إدارة نادي الهلال اللي اهتم الملف ده في ظل الظروف الحالية دي شايفينها دي. وأظن إنه الصفقات دي حتكون يعني خير من غيرها. وأول الصفقات معانا هو الظهير الأيسر خادم دياو، موريتاني الجنسية، لعب المنتخب الوطني في عدة مباريات. اللاعب عمره 25 سنة، غادم من نادي حورية كوناكري الغيني. وابرز مميزات اللاعب انه بيلعب لك اكتر من مركز، وانت يعني ده اللي محتاج اللي كنت مفتقده، يعني لاعب يلعب لك كظهير ايسر او وسط بلعب يمين. وايضا لاعب ممكن يكون له خيار جيد في اضافات بخبراته الافريقيه للفريق. لاعب صاحب بنيه جسمانيه قويه جدا، ولاعب طول ممتاز جدا، وده اللي بيساعده في التاكلينج. وايضا لاعب عنده دقه ممتازه في التمرير والتسديد، ولاعب يمتلك مرونه عاليه جدا.
ولاعب يعني شفناه من مميزاته إنه دايما ما بتشوف في حالة امتلاك الكرة في نص الملعب في نص الملعب، وكده بيديه خيار إضافي في نص الملعب، بس عنده شوية عيوب اللاعب في لعب الكرات الطويلة وبعض العرضيات، ودي لازم يشتغل عليها المدرب بينجي. أيضا عنده عدم التصرف عند الضغط وكيفية التخلص من اللاعب الخصم، وأيضا لازم يشتغل على عامل السرعة لضمان الارتداد الدفاعي بشكل أساسي. وثاني صفقات معانا المهاجم السنغالي بابي عبدو، قادم من نادي حورية كوناكري الغيني، صفقة ممتازة جدا للهلال. لاعب بيلعب كمهاجم وكجناح أيضا، لاعب صاحب بنية جسمانية قوية جدا، وده ممكن يساعده في الالتحام والضغط على المدافعين. صاحب ال 22 عام، مهاجم مستقبلي للهلال، ولاعب بيمتلك طول ممتاز جدا ب 190 متر، وده اللي مخليه يتميز في الراسيات، وده المفتقده الفريق في التسجيل بالراس او تحويل الكرة الى زملائك في التلت الامامي للهجوم. وايضا اللاعب بيمتلك قدم يسرى قوية جدا في التسديدات، وحنشوف شنو اللي حيقدمه للفريق افريقيا، وان شاء الله يكون اضافة حقيقية لهجوم الهلال. ثالث الصفقات معانا لاعب خط الوسط الزامبي البريت كانغواندا، شارك مع المنتخب الزامبي في عدة مباريات، واخر مباراة امان كانت امام جنوب افريقيا، شارك فيها في الدقيقة 88 وكان دخل كلاعب وسط وعمل تحول سريع شفناه في حقيقة في خط الوسط، ده من معدل لتسجيله للهدف الفوز للمنتخب. لاعب عمره 24 عام ويلعب بالقدم اليسرى، ولاعب يمتلك الشمولية مما يعني ممكن تلعبه 8 وتلعبه 10. واكتر مركز ممكن تستفيد منه للاعب اللي هي صناعة اللعب، لانه لاعب مهاري جدا ويمتلك تمريرات سحرية خلف المدافعين. ويمتلك اللاعب ميزة التحول السريع من خط الوسط المهاجم الى الجناح، ومرات بنشوفه كتسعة. لاعب لو قدر المدرب يوظفه حيطلع منه نسخة قوية جدا في دوري ابطال افريقيا القادم. رابعا المهاجم الغيني باسط سيدو، صاحب ال 16 عام، قادم من نادي اكر ليونس الغاني. مهاجم صغير السن وجيد جدا، ممكن تستفيد منه اكثر مستقبليا. مهاجم ايضا سريع وبيمتلك بنية جسمانية قوية، صاحب تسديدات قوية خارج ال 18، بس اللاعب محتاج لكثير من الدقائق والخبرات عشان يستفيد الفريق منه أكتر. كمان شفنا عودة اللاعب شهاب الدين عامر بعد انتهاء فترة إعارته من الرابطة كوستي، وأيضا اللاعب عصمت عبد الحميد الظهير الأيسر بعد انتهاء إعارته من الفلاح عطبرة. وأيضا الحارس حارس مرمى الشباب عمر يوسف بعد انتهاء أيضا إعارته من الرابطة كوستي. الحقيقة أنا متفائل جدا من الصفقات اللي أبرمها النادي، لأنها كانت كلها بيشرف عليها المدرب بيبنجي شخصيا، ودي بعدين اللي ممكن يتحمل المدرب في حال نجحت الصفقة أو فشلت. وحنشوف شنو اللي حتضيفه الصفقات دي لنادي الهلال. الحقيقة صفقات أنا شايفها ممتازة جدا وحتقدم إن شاء الله إفريقيا. بس ده كل اللي كان عندي اليوم عن صفقات نادي الهلال، وفي النهاية دي آراء شخصية، وأهم شيء إنك تكتب لي رأيك تحت في التعليقات عن انه هل شايف انه الصفقات دي حتكون اضافه حقيقيه للهلال او حتكون زي غيرها. وايضا ما تنسى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمني، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه. سلام من الله رحمته عليكم وبركاته.